هي الموضوع فيه شِقّين، يعني في شِق طبعًا علاجي، لو حد محتاج حاجة علاج بطريقة معيّنة، طبعًا دي بيروح لدكتور متخصص، طبعًا يعني مش هنقدر يعني نتحكّم في موضوع الأدوية مع الدكاترة، دي لأ، بس يعني لو حالة علاجية دي حاجة خاصة، لكن بالنسبة يعني للست الطبيعية اللي هي بتمُر في المراحل دي بصورة طبيعية، ما فيش أي حالة مرضية الحقيقة، معلش يعني أنا الحقيقة ضد الأدوية تمامًا، تمامًا. ف ف ففي كتير جدًا بيستسهلوا الأدوية اللي هي بتخسِّس أو بتنزِّل الوزن أو بتلعب في الهرمونات بتاعة الجسم علشان برضه تعلّي الحرق أو، يعني الحاجات اللي هي chemicals دي أنا ضدها تمامًا. المكملات بالنسبة لي هي vitamins أو الحاجات اللي هي الطبيعية، أشواجندا، الحاجات اللي هي يعني الحاجات الطبيعية اللي إحنا بنسمع عنها، وبرضه حتى دي ما يبقاش اعتماد الجسم كامل عليها، لإن جسمنا إحنا قادر إن هو بياخد من الأكل اللي إحنا بناكله كل الvitamins وكل المغذيات اللي جسمنا محتاجها، والحاجات دي بتبقى مكملات لو في حاجة ناقصة فيه، وبتبقى مش مدة طويلة أوي علشان الجسم ما يعتمدش عليها ويبطّل يمتص لمّا يعني ببساطة كده الجسم لمّا بيشوف حاجة داخلة له من برّه على طول، على طول، على طول، بيروح خلاص حاجة داخلة لي من برّه بيستسهل، فبيبطّل يمتصّها من الأكل الطبيعي اللي إحنا بناكله كل يوم. فعشان كده الحتّة دي tricky جدًا، وحسّاسة جدًا، ما أقدرش أقول إن ما ينفعش أدوية خالص، لأ، في حالات مرضية لازم لها أدوية مع الطبيب المختص، وفي حاجات لأ، الأكل بس تنظيم الأكل والحركة والاهتمام بنفسنا كصحة نفسية وجسدية كافي جدًا، 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 مع multi vitamins مثلًا، وبرضه مثلًا course لمدة شهر أو 2 ويُقف ويرجع تاني بشكل معيّن.